هاد المرة التحليل غيكون مركز على النبوءة المحققة لذاتها، وهي فكرة واعرة كيشرحها الكاتب. شنو هي النبوءة المحققة لذاتها؟ الفكرة ببساطة هي أن آراءنا المسبقة على الناس ولا على ريوسنا هي اللي كترسم كيفاش غتكون النتيجة في الواقع. إلا خديتي فكرة سلبية على شي شخص، مثلا باللي هو غدار ولا كينافق، غتولي بلا ما تشعر كتعامل معاه بقلة ثقة وبحذر. هاد المعاملة ديالك كتوصل ليه، وكرد فعل هو كيبدا يعاملك بنفس الطريقه، كيولي قبيح معاك حيت انت قبيح معاه. في الاخير كتقول لراسك شفتي كنت عارفه من الاول باللي هو هكا داير، في الحين ان توقعك السلبي هو اللي خلاه يتصرف هكاك. ثانيا، الصراعات الكبيره والظنون السيئه. الكاتب كيقول باللي هاد الظاهره هي السبب في بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه وحتى الحروب بين الدول. مثال الدول باكستان والهند مثلا، كل وحده كتشوف الثانيه عدوه وكتوجد ليها. هذا الاستنفار كيخلي الطرف الاخر يخاف ويسخن الطرح، وفي الاخير كتنوض الحرب غير بسبب سوء الظن. في الخدمه ولا الدار نفس الشيء كيوقع بين الاب والابن ولا المدير والموظف. الا دخلتي بالشك غتلقى غير اللي يشك فيك. ثالثا، الجانب الايجابي. هاد النظريه تقدر تخدم للصالح ديالك الا قلبتيها للايجابي. الا عطيتي للناس الثقه الكامله وعملتيهم باللي هما ناس خيار، غالبا غيحسوا بالمسؤوليه وغيحاولوا يبينوا احسن ما عندهم باش ما يخيبوش ظنك فيهم. الكاتب عطى مثال ديال مول الحانوت اللي كيقول لك دي الصخره والفلوس حتى المره اخرى. هاد الثقه كتخليك تحس بالامانه وتجرب ترجع ليه الفلوس اقرب وقت، حيت ما بغيتيش تخيب ظنه فيك. الخلاصه ديال هذا الجزء، الكاتب لخص هذا الشيء في نقط مركزه. انت المسؤول، ارائك المسبقه هي اللي كتشكل مواقف الناس تجاهك. قانون المعامله، فاش كتاخذ فكره سلبيه الناس كيعاملوك بنفس الطريقه، والعكس صحيح. الحل، الا عاملتي الناس بايجابيه ومنحتيهم الثقه ديالك غيعاملوك بنفس الطريقه، وغتلقى بلي كاع الناس مزيانين. النظريه باختصار، آراؤنا المسبقة مسؤولة بنسبة كبيرة عن تشكيل مواقف الآخرين تجاهنا. حين تأخذ فكرة سلبية عن شخص ما سيعاملك هو بنفس الطريقة، وتتحقق بالتالي نبوءتك المسبقة فيه. وفي المقابل، حين تعامل الناس بالإيجابية أو تمنحهم ثقتك المسبقة سيعاملونك بنفس الطريقة، فتزداد قناعة بأن جميع الناس أخيار.